يا أهل التوحيد، يا أهل السنة والجماعة، إن كان فيكم بقية دين فقوموا على هذا المجرم الذي يفسد في الأرض ويكفر في بلاد الحرمين ويحرض على الكفر، إن كنتم صدقتم فيما تزعمون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبي محمد إمام النبيين وقدوة الصادقين ومنار المهتدين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، عباد الله، عندما يعري هؤلاء القوم بناتنا تنطلق الأنظار وتشد الأبصار إلى من حولنا من رؤوس الأقطار الكبار العظام، القادة والسادة الذين يملكون الجيوش والصواريخ، والذين يصعدون كل حين على المريخ. تتوجه الأنظار إلى حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في الأردن، جارنا العزيز. هل فيك نخوة؟ هل فيك نخوة أيها الملك العظيم أن تنتقم لأعراض المسلمات وأنت كما يقال ابن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأنت يا ابن سلمان يا حامي الحرمين عندك ملايين من الخلق، تستطيع أن تجيش الملايين، فهل تنتقم لتعرية المسلمات وأنت من أهل السنة والجماعة ولا يتاجر عملاؤك إلا في هذه البضاعة، بضاعة السنة والجماعة؟ ليس لكم من عمل، نسيتم الإسلام والمسلمين. هذا من أهل السنة والجماعة وهذا ليس من أهل السنة والجماعة. هل فيك نخوة أن تنتقم لأعراض المسلمين وأنت قائد ملة التوحيد؟ يهتدي الناس إليك من كل فج بعيد. لا، إن ابن سلمان منشغل في مغنية أسترالية جاء بها الأسبوع الماضي، فطلبت من الله السجود بين يديها. قالت لله: اسجد للإلهة الأنثى، اسجد واركع لله في الرياض عند ابن سلمان، وقد لبست سروالا ضيقا وهيأوا له أن ينفسخ عنها حتى تبين سوءتها، وبانت سوءتها وانكشف الأمر. واحتج العلماء والعقلاء، احتج الناس على هذا وأقاموا النكير عليه وعلت الأصوات. فكتبت هذه المغنية الأسترالية بالأمس على صفحتها: إن ابن سلمان دعاني مرة أخرى لأغني ثانية في تلك البلاد، وهذا يدل على نجاحي في المرة الأولى. نجحت تلك الراقصة الإباحية المتعرية يوم قالت لله: اسجد واركع لي، اسجد واركع لي. هؤلاء من حزب الشيطان، هؤلاء كلهم ينتمون إلى نتنياهو، كلهم من أب وأم واحدة، ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالدين، وكل كلام غير هذا يقال فهو كلام جوعى من مشايخ يسمون علماء وهم عملاء، يدافعون عن حصون واهية وعن قلوب لاهية وعن عقول ساهية، يدافعون عنها باطلا وزورا ويزعمون أنهم على شيء
وأنهم أهل التوحيد. يا أهل التوحيد، يا أهل السنة والجماعة، إن كان فيكم بقية دين فقوموا على هذا المجرم الذي يفسد في الأرض ويكفر في بلاد الحرمين ويحرض على الكفر. إن كنتم تزعمون، إن كنتم صدقتم فيما تزعمون أنكم أهل الدين. ويا سائر الملوك، يا عبد الفتاح السيسي، أعراضنا انتهكت، فإن كنت مسلما تنتمي إلى أمة محمد فتحرك. يا أيتها الجيوش الكاذبة الخاطئة، إن كان فيكم بقية دين ورجولة ونخوة فتحركوا، أو فاخلعوا لباسكم والبسوا لباس النساء، فإن في النساء رجولة ودينا تفوق رجولتكم ودينكم. يا أهل الله، إن هذه الدولة المسخ الضعيفة الهزيلة تبني بينها وبين الناس جدرا، لأنها تخشى الناس وتعطي التصاريح لقادتكم العمداء والألوية والقادة والوزراء، معهم تصاريح خاصة يعبرون الجدار، أما أنتم فلا يعبره منكم إلا كل صاحب حظ وفير. ولأن هؤلاء يخشون الأمة، ها هي هذه الدولة تصنع سياجا على حدود الأردن، لأنها تخشى المسلمين، تخشى أن يقوموا عليها، لكن حكامنا كلهم يأتون إلى تل أبيب. وبالأمس قامت دولة البحرين، دولة الجاسوس الذي هو تحت إبط ابن سلمان، تمهيدا لفتح سفارة في بلاد الحرمين، فتحت بالأمس سفارة لهم في البحرين. فهذه الدول، هؤلاء الملوك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولياء يهود، أولياء الشيطان، حزب الشيطان، كاذبون خاطئون مجرمون ملعونون أينما ثقفوا. فلا يجعلن أحد منكم في قلبه ولاء لأحد منهم، فتكون عاقبته أن يحشر معه في جهنم. اللهم إنا نبرأ إليك من حكامنا وقاداتنا الخائنين المفرطين الكاذبين الدجالين. اللهم إنا نتبرأ إليك من قادتنا المزيفين الجبناء، أعداء الدين أعداء الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نتبرأ إليك من كل كاذب منافق خسيس عابث في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هبة صادقة في أمة المسلمين يعدلون فيها حالنا المائل ويقيمون فيها الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. انصرنا وخلص بلادنا من الأسر، خلصنا من المجرمين الخائنين الكاذبين أصحاب الأوزار يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.